القصة بتبدأ بتاكيرو كاميشيرو وهو بيجر نفسه على نفس الطريق لنفس الشغل اللي ملوش مستقبل يوم بعد يوم في حياته الرتيبة واللي من غير فرحة. الناس كانت دايما بتقوله إن الحفاظ على الروتين هو الطريق للسعادة، بس في قلبه جزء منه كان متشوق لحاجة مختلفة زي كل الناس. ليلة وهو بيتفرج على مشهد غريب بيرمش على التلفزيون بتاعه، فجأة بيلاقي نفسه اتنقل لمكان غير متوقع خالص، وبعدين راجل غامض بيظهر قدامه وبيقول إنه المشرف على المجموعة الشمسية كلها. كاميشيرو بيبص مندهش وبيسأل لو ده بيخليه نوع من الفضائيين. الشخصية بتهز راسها وبتقول إنه أقرب لإله، وبعدين بيوري كاميشيرو كوكب اسمه ميديوس. مهما يتجرب ميديوس ما بينجحش، وحضاراته بتظهر وتنهار بشكل متكرر. دورة الفشل فضلت وقت طويل قوي، والراجل قرر يعمل نهج جذري هيضرب الكوكب بنقطة مية واحدة بس، عشان حتى الكمية الصغيرة دي ممكن تعمل أمواج ضخمة بتقلب العالم. ولصدمة كاميشيرو هو اللي تختار يبقى نقطة المية دي. كاميشيرو بيحس بثقة للواجب ده، بس الإله بيشرح بهدوء إنه أصلاً مش عايش بأي شكل، لو رفض روحه هتختفي في العدم. بس عشان يحل الاختيار الإله بيعرض عليه مهارات وأي قوة يحبها. بيبدأ بإنه يمنح كاميشيرو سحر ومخزون منى لا محدود، بس بعدين بيوقف وبيسأل إيه كمان كاميشيرو عايزه لنفسه. فوراً خوف كاميشيرو بيتحول لحماس، بيعلن إنه عايز حريم لطيف يرافقه في الرحلة دي. لسعادته الإله بيضمن له إنه هيقابلهم في النهاية، وبعدين بيكمل يكدس مزايا أكتر. بيحسن مهارات البحث بتاعت كاميشيرو، بيخليه يكسب فلوس من بيع المواد المجموعة، وبيديله شنطة خاصة تقدر تحفظ كل حاجة بيجمعها. كمان بيمنحه فهم عالمي للغات مع مقاومات عشان يقوي دفاعه. في وقت قصير شكل كاميشيرو بيبدأ يختفي والنقل بتاعه على وشك يبدأ. الإله بيوقف وبيتساءل بصوت عالي لو كان حمل كاميشيرو ببركات كتير قوي، بس متأخر عشان يلغيها. مع ذلك انزعاج بيمر على وشه لما بيشوف الشريكة اللي كاميشيرو مقدر له يقابلها، فبيسأل لو فعلا هيبقى كل حاجة تمام. كاميشيرو بيتخض من كلامه، بس مفيش وقت للإجابات، والإله بس بيقوله إن كل حاجة هتبقى كويسة قبل ما كاميشيرو يختفي. ثانية بعدها كاميشيرو بيفتح عينيه في عالم جديد تماما، دلوقتي في جسم جديد تماما، ملوش فكرة حقيقية المفروض يعمل إيه بالظبط. فبيطلع يدور على مكان فيه ناس. في وقت قصير بيلاقي أوريا، بس بسرعة بيفهم إنه مش هيقدر يشتري أكل من غير فلوس، وساعتها بيفتكر إن الإله كان حسن مهارة البحث بتاعته عشان يقدر يتبع مواد يبيعها. كاميشيرو بيحاول يشغل سحر البحث، بس مفيش حاجة بتحصل، وده بيخليه يتخيب. بعد ما يفكر كويس بيفهم إنه كان بينطقها غلط، عشان في اللحظة اللي بينطقها صح رموز لامعة بتظهر حواليه. العلامات دي بتحدد المواد موجودة فين، ولما بيقول كلمة مسح معلومات أدق بتظهر. متحمس لقد إيه المهارة مفيدة، كاميشيرو بيحس إنه محظوظ لما أول حاجة بياخدها بتطلع مصنفة رانك بي، وبعدين بيقضي وقت أكتر بيجمع كل حاجة بتظهر تحت المهارة، بس معظمها بيطلع زبالة. تقريبا كلهم مصنفين رانك إي. حجر غريب ولامع بيلفت انتباهه، بيبان ثمين عشان شكله مصقول وصافي، بس بيتكشف إنه خرا نمل. بيتلخبط من السبب إنه مصنف سي، بس لسه راضي عشان بيتعلم إن الحاجات اللي يقدر يبيعها منظمة بعلامات مختلفة، ومهارة البحث بتاعته بتوريهم بسهولة. مع الشنطة بتاعته دلوقتي مليانة لحد آخرها، كاميشيرو بيجري للقرية متشوق يشوف قد إيه فلوس يقدر يعمل. عند البوابة الحارس بيفترض إنه فارس بسبب قد إيه طويل بشكل مضحك، بس كاميشيرو بسرعة بيشرح إنه بس جامع مواد. الحارس اللي بيعرف نفسه بمارلو بيقول إن النوع ده من الشغل نادر، ورغم إن القرية ملهاش محل متخصص في المواد عندهم محل عام، فولدنا بيروح على طول هناك. ولما بيوري صاحب المحل الخرة عيون الراجل بتلمع حرفيا، بيتعرف عليها كبراز نملة مطرقة، وبينبهر بشكل مبالغ فيه من شكلها المثالي ولونها الغني، وبيمدح كاميشيرو عشان لقى عينة كويسة كده. بيعرض عليه 5 عملات ذهب عليها. كاميشيرو ملوش فكرة ده يساوي ايه، فصاحب المحل بيشرح ان ليلة واحدة في النزل بتكلف 500 رايف، وعملة ذهب واحدة بتساوي 1000 رايف. كاميشيرو بيحسب بسرعة في دماغه، وبيفهم ان الراجل على وشك يدفعله يساوي 50,000 ين على خرا حرفيا. لما كاميشيرو بيوافق صاحب المحل بيتحمس زيادة عن اللزوم، وحتى بيحك الحاجة الملعونة دي في خده كأنها كنز، وده بيخلي كاميشيرو يقف في عدم تصديق ان حد بيقدر خرا نملة.
كاميشيرو بعدين بيعرض باقي جمعه، وصاحب المحل بيبص مش مصدق إن كاميشيرو قدر يجمع ده كله لوحده. بيسأل ليه حد يجيب غنيمة قيمة كده لمحل في آخر العالم، بس كاميشيرو بيرد بشكل عادي إنه ببساطة بيحب يتمشى وهو بيجمع اللي يقدر يلاقيه. معجب بموهبته، الراجل بيقرر يطلب منه خدمة. بيشرح إن في عرق مترال مخبي في الجبال القريبة وعايزه كاميشيرو يستعيده. كاميشيرو بيعيش للمغامرة فبيوافق. الراجل بعدين بيعدي 360 ألف رايف للدفعة. عمل الحسبة كاد يخلي كاميشيرو يغمى عليه، عشان ده حوالي 3.6 مليون ين. بس قبل ما يسيبه يمشي، التاجر بيحذره إن في وحوش في الجبال، بس واثق إن كاميشيرو يقدر يتدبر أموره. بس قبل ما يروح هناك، كاميشيرو بيقضي الليلة في نزل، وبنت صغيرة بتجيب له طاسة مية بسيطة. التكلفة 30 رايف، وكاميشيرو بيتلخبط لما بتشرح له إنها عشان يغسل بيها. طبيعي بيفضل حمام، بس كاد يجن لما بتقوله إن مفيش حمامات هنا خالص. السحرة ساعات بيعرضوا تعاويذ تنظيف، بس المدينة ملهاش أي حد. سمع كلمة سحر بتولع فكرة في دماغ كاميشيرو، فبيدفع للمية وبيصرف البنت. لما يبقى لوحده بيجرب شوية ترانيم، وفي اللحظة اللي بيقول نظف التعويذة بتشتغل، وفي لحظة بيحس إنه أنظف مكان في حياته كلها، وساعتها بيفهم إنه يقدر يرمي أي تعويذة تقريباً لو يكتشف الكلمة الصح ليها. في الطريق للجبل، كاميشيرو بيبدأ يتعود على مهاراته الجديدة، وبيتخض لما فجأة يشوف رمز جاروف يظهر لأول مرة. متحمس بيروح يتأكد، بس بيتفزع لما ده بيوديه لهيكل عظمي. مهارته حتى بتكشف اسم الشخص والرانك بتاعه وتفاصيل ماضيه، واللي بارز أكتر تميمة عائلية جنب البقايا. السحر بتاعه بيوري إنها اتعملت يدوي بواسطة أم الراجل، ولما كاميشيرو بيقرأ الجواب المحفوظ جوه، صدره بيوجعه. رسالة صادقة من أخت الراجل بتتوسل إنه ميشتغلش قوي، حاس إنه ما يقدرش يمشي كده. كاميشيرو بحرص بيدفن الهيكل العظمي قبل ما يكمل لمنطقة تانية. هناك بيعمل حاجز وائي، بيرمي أعشاب مختلفة خدها من بدري في طاسة، بيضيف توابل، وبينهي بشوية لحمة. لما بياخد رشفة من الحساء، كاميشيرو بينبهر من قد إيه الطعم حلو. بيضحك لنفسه، بيعلن إن الرمي في عالم تاني ممكن يبقى ببساطة أحسن حاجة حصلت له. قريب كاميشيرو بيوصل لغابة التنانين القديمة، منطقة قاتلة مليانة مخلوقات خطيرة. كاميشيرو بعدين بيستحضر تعويذة نور عشان ينور الرموز حواليه، بس بيلاحظ إن مفيش هالة في أي مكان، حتى ما بيشوفش حيوان واحد، وبيتساءل لو يمكن ده عشان ريحته وحشة قوي. كاميشيرو ببساطة بيقبل، عشان ده معناه إن مفيش حاجة هتهاجمه، وبيتنهد مرتاح لما طرف الغابة يظهر قدامه. للأسف كمان ده صدف إنه نهاية الأرض تحته، وكاميشيرو بيطيح على طول من جرف. بجنون بيقول كل الكلمات السحرية اللي يقدر يفكر فيها، بس ولا واحدة بتعمل حاجة. عوام ما بيعملش حاجة، ارتفع مفيش فايدة. بس لما أخيرا بيصرخ طير، التعويذة بتشتغل. كاميشيرو بينزل بأمان تحت، وبيحتفل لما يشوف رموز خام بتلمع في كل مكان. فورا بيبدأ يجمع اللي يقدر، بس لسه ملقاش أي خام مترال. في النهاية بيشوف علامة باهتة في قاع حيطة الجبل، فكاميشيرو بيقول لهيب وبيرمي كرة نار عشان يفجرها. بتشتغل بشكل مثالي، بتكشف مترال أخيرا رغم إن بكميات قليلة. الكهف بعدين بيبدأ يترج وبيهدد إنه ينهار، بس كاميشيرو بعناد بيكمل لجوه أعمق. في النهاية بيكتشف غرفة فيها مية نائية لدرجة بتخليه مذهول، والمسح بيكشف إنها رانك دبل اس، وده بيخليها أسمن مورد شافه. والوصف بيقول إن المية بتحفظ الجوهر السحري ل2 قديم، وده معناه إن 2 لازم يكون عايش هناك. كاميشيرو بيختار إنه ما يتخضش، وبيبدأ يستعد يجمع قد ما يقدر. بس قبل ما يفضي المية العادية في الوعاء بتاعه، بيقرر يختبر لو مية التنين فعلا تتشرب، فبياخد حفنة. في اللحظة دي تنين ضخم بيطلع من البركة وزعلان عشان كاميشيرو معرفش وجوده. كاميشيرو بيتجمد من الصدمة، بينما التنين بيتصدم بنفس الطريقة إن كاميشيرو قدر يتحمل هالته القوية. في خضة، كاميشيرو بسرعة بيركع على الأرض وبيعتذر إنه اقتحم بيت التنين، والوحش بيحترم شجاعته. كاميشيرو بيعرف نفسه وبيأكد بوضوح إنه بشري، بس التنين بيلاقي صعوبة إنه يصدق. بيشرح إن المانا اللي بتطلع من كاميشيرو كانت طاغية لدرجة صحته من نومه العميق. كاميشيرو مش فاهم بيقول إيه بالظبط، بس التنين بيوضح إن كمية المانا اللي طالعة منه ممكن فعلا تساوي بتاعته أو حتى تزيد عليها. التنين القديم اسمه فولدياس، وبيؤكد إن عنده طلب يطلبه منه. فولدياس بيعترف بالقوة النظيفة والخام في كاميشيرو، وده بيخليه يصدق إن كاميشيرو ممكن يقدر يصحي ابنه. وطبعا التنين مش مستني إنه يعمل ده ببلاش، فبيوعد يسلم كومة خام مترال في المقابل.
فولدياس بيقدم لولدنا البيضة اللي رافضة تتفقس، بس كاميشيرو ملوش فكرة المفروض يعمل ايه. ففولدياس بيقول له يوجه المانة بتاعته جواها بنفس الطريقة اللي عمل بيها النور بتاعه. كاميشيرو بعدين بيقول كلمة سخن عشان يسخنها، بس بيتخض لما قوة ضخمة بتنفجر حواليه، حاجة غلط واضح، بس فولدياس بينفجر ضحك. جسم كاميشيرو بيبدأ يتسحب جوه البيضة، وبيفكر في ازاي هو لسه جيل العالم ده وكان متأمل يشوف أكتر منه قبل ما يموت. لحظات بعدها كاميشيرو بينتهي في مكان غريب، وصوت بيناديه متهور. كاميشيرو بيتساءل لو دي الإله من قبل كده، بس بيفهم إنها شخص تاني. البنت دي بتقول إنها بتلعب بالكوكب ده لعشرات آلاف السنين، بس أخد كاميشيرو يوم واحد بس عشان يعمل موجة ضخمة، وهي مش مبسوطة من كده. كاميشيرو ملوش فكرة البنت دي بتتكلم عن إيه، بس البنت ببساطة بتطرده. كاميشيرو بيتلخبط لما يرجع للعالم، بس مرتاح لما يشوف إنه قدر يخلي البيضة تفقس. فولدياس بيطلب من كاميشيرو يدي اسم للمولود الجديد، بس كاميشيرو مش متأكد لو المفروض يعمل كده. فولدياس بيقول إن كله تمام عشان الطفل عنده اسمه الحقيقي، وهو بس عايز كاميشيرو يديله اسمه اليومي. كاميشيرو بيوافق وبيسمي التنين البيبي من أسود. وبعدين فولدياس بيقول لبي يتجول في العالم الواسع قد ما يحب، والفرخ فوراً بينضم لفريق كاميشيرو. كاميشيرو بيلاحظ إن الصغير لسه متولد، وبيسأل لو ده ذكي من فولدياس إنه يسيبه يروح مع غريب زيه، بس فولدياس مش قلقان، وبيقول إن كاميشيرو أقوى منه، وبيحس إنه آمن إنه يوكل ابنه لرعايته. فولدياس بعدين بيسلم مكافأة كاميشيرو بإنه يرمي شعاع في الشنطة السحرية بتاعته، وبعدين بيودعه. كاميشيرو بعدين بيسأل بيه رسميا لو هيجي معاه في رحلة الجمع بتاعته، والتنين الصغير بيصوت بالموافقة. كاميشيرو ما يقدرش يبقى أسعد من كده، بس قبل ما يمشي بياخد لحظة يستخدم سحر عشان ينضف شريكه الجديد، عشان التنين الصغير الغريب ريحته وحشة قوي. بعد شوية وقت تاكيرو أخيراً بيطلع من الكهف مع بي. التنين الصغير بيطم بسعادة في الغابة، وتاكيرو بسرعة بيفهم إن السفر في الليل ممكن ما يكونش أذكى فكرة عملها. جعان وتعبان بيقرر يخيم عشان يعدي الليل. بياخد أنينة 100 عنصرية سحرية. بيفتكر إزاي فولدياس وصل مخزونه بالبحيرة السحرية عشان يقدر دايما يخلي بيه مطعوم. بيشرب المية بسعادة بحتة، وفورا بيطلب أكتر. تاكيرو بيرضيه لحد ما يصر يشارك. بيعرض الكوباية التالية رجوع ليه، فبيجرب شوية. بعمل المخيم تاكيرو بيحط شوية أحجار سحرية وبيستحضر حاجز حواليهم. بيفتكر قد إيه الأحجار دي قيمة على الأقل لكل الناس التانيين، عشان هو يقدر ببساطة يخلقهم بالمانة بتاعته. بيتعامل معاهم كولاعات يمكن رميها، حتى بيستخدم واحدة كبوتاجاز مؤقت. بيبان مفاجئ. بيراقب أندر المعادن في العالم بتستخدم عشان يحضر العشاء. مع ذلك تاكيرو بيحضر نفس الوجبة من قبل كده، ستيك وحساء، بس بشكل ما أبدا ما بيزهقش. بيبص للحمة وريقه نازل، وتاكيرو بيتردد قلقان إن بيولوجيا التنين ممكن ما تتعاملش كويس مع اللحمة النية. بس فضول بي بيكسب، والتنين الصغير بيحرق بقى في أول قضمة بتنهيدة. تاكيرو بيبرد الأكل وبيطعم بيه بشكل صح. البيبي أخيراً بياكل بسلام، شبعان ومبسوط. بمراقبة بي بيتدحرج بيكسل. تاكيرو بيتساءل لو بيشتاق لأبوه. رد بيه حضن قوي، كل الإجابة اللي محتاجها. بالتأكد من إحصائياته من الفضول بيتصدم. البيبي ده قوي بشكل سخيف، قوة عنصرية، رانك عالي، كل حاجة. مع ذلك بيفتكر إنه قوي أو لأ، بس طفل. بيحذر بيه ما يعملش حاجة متهورة، بس هي نايمة خلاص في نص محاضرته. في الصبح التاني تاكيرو بيتسلق جبل عشان يوصل للغابة تاني. المكان يبان هادي في ضوء النهار، ولا حاجة زي الكابوس المتجمد اللي كان يبان قبل كده. بيلعب. تاكيرو بيستخدم مهارة البحث بتاعته عشان يجمع أعشاب، بس السلام ما بيكملش كتير. فجأة بيجري رجوع مرعوب. تعويذة البحث بتأكد وحوش كتيرة قريب. على ما يبان غسل الريحة الوحشة من الكهف كمان غسل ريحته الطاردة للوحوش. مع ذلك تاكيرو بيشوف فرصة للمسروقات، وبعدين صقر حجر ضخم بيصرخ وراه. منظر مخيف رغم إنه بالمقارنة بفولدياس عمليا حمامة. تاكيرو بيشوف أجنحته اللحمية وبيقرر إن المخلوق ده هيبقى الغدا. الطير بيهجم. تاكيرو بيحمي نفسه، بيطلق إبر تلج وطلقة، وكده بيكسب. بعدين ذئاب أفاعي بيظهروا. تاكيرو بيزود سرعته وبيتفادى. بعدين بيصلب جسمه وبيضرب راس الوحش.
بعدين وحوش أكتر بيهاجموا وبيخليهم يفقدوا الوعي بسهولة. تاكيرو بينجح يكسبهم من غير صعوبة. بعد جمع الغنيمة بيحس وحوش أكتر جايين، مش عايز يضيع اليوم كله، بيدور على خطة هروب، وساعتها بيمسكه وبيحاول يطير بيهم. مش مصدق إنه هينجح لحد ما فعلا بيرفعه. معجب بيستخدم تعويذة تخفيف الوزن وفجأة بيطيروا بسرعة، بس بيسيبه بالغلط. تاكيرو بيصحى على الأرض مع يلحس وشه، فاهم إنهم بشكل ما هربوا تماما من الغابة. لسه مهزوز بس ممنون، بيشكر وبيحذره يهدي المرة الجاية. بيرد بحب، وبالصدفة بيضرب راسه في بطنه وهم راجعين ناحية القرية. بيلاحظ غصن غريب تاكيرو ماسكه، بيشرح إنه غصن إيجدراسيل، حاجة أسطورية رانك اس عنده من أول يوم رغم إنه نايم. بيطلع نفخة دخان سحرية صغيرة عليه، وفجأة الغصن بيصحى. تاكيرو بينبهر، دلوقتي يبان أكتر كساحر من جامع. قبل ما يقدر يختبره، زمجرة وطية بتردد بين الشجر. تاكيرو بيحذر يكون منتبه، بس بيجري على طول ناحية الصوت. تاكيرو بيجري وراه وبيلاقيه بيدور حوالين شجرة، تحتها في إلف شابة مغمى عليها وضعيفة. تاكيرو بيستعد للخطر، بس الزمجرة ما كانتش من وحش، كانت من بطنها. الإلف بتبص فوق وبتقول بصوت واطي إنها ماكلتش من أيام، فبتطلب منه شوية مية. تاكيرو بيحط إيده في الشنطة وبياخد شوية مية طازة للإلف، بتشرب كله مرة واحدة. لما تخلص بتشكره بأدب، بس بتعترف إنها لسه بتموت من الجوع. متذكر الغدا اللي أبدا ما كملوش. تاكيرو بيديها ساندويتش. البنت ما بتترددش ولا ثانية قبل ما تلتهمه، كأنها ما شافتش أكل من أسابيع، وهي بتمدح الوجبة السماوية. تاكيرو ما يقدرش يمنع نفسه يحدق. إلف بتتصرف بطريقة مش إلف خالص كده أول مرة. بيتنهد وبيفكرها إن حتى العيش البايت هيبقى طعمه إلهي لما تبقى بتموت من الجوع. البنت بتهز راسها، بتدعي إنها رجعت لها إرادة الحياة، وده بالنظر لأدائها على الأرجح حقيقي. فضولي عن إزاي قدرت توصل ليأس كده. تاكيرو بيقول إن القرية الأقرب مش بعيدة عن الغابة، وبعدين في نص الجملة بيشم ريحة حاجة مش لطيفة وجاية من الإلف. يبان متخيب، بيهمس إنه كان متأمل إن الإلف ريحتهم زي الورد أو أي حاجة شبه كده. الإلف فوراً بتتضايق وبحق، بعدين بتشكر على الأكل وبتجري غضبانة في الغابة. لما تروح، تاكيرو بيهز راسه وبيكمل جمع المواد في طريق البيت. بس في وقت قصير فولدياس بيحذره عن حاجة قدام، عربة بتدحرج على الطريق. تاكيرو بيلاحظ المخلوق الأنيق اللي بيشدها، حصان يونيكورن رانك إيه، منظر نادر. السواق راجل ودود اسمه بورون، بيبطئ وبيصرخ، بيسأل إيه اللي تاكيرو بيعمله في الغابة لوحده. تاكيرو بيشرح إنه رايح لقرية تورمي. بورون يبان مفاجئ إنه ماشي كل الطريق ده، بينما مراته وعياله بيتلصصوا بفضول من جوه العربة. وبعدين بورون بيبص على العصا بتاعة تاكيرو وبيسأل لو هو ساحر. تاكيرو بيضحك على ده وبيقول إنه بس جامع. ده بيجذب انتباه بورون، على ما يبان الجامعين نادرين ومحترمين. لما بورون بيكتشف إنهم رايحين في نفس الاتجاه، بيعرض على تاكيرو توصيله. الشاب بيتردد، بيقول إنه كبير قوي عشان يدخل براحة في العربة. عيال بورون بيلاقوا ده مضحك وبيبدأوا يضحكوا، بس بورون بيصر إنه يروح بأي شكل. بتردد. تاكيرو بيطلع في الجزء الخلفي وهم بيسافروا، ما يقدرش يمنع نفسه يتساءل ليه العيال في العالم ده يبانوا يحبوه قوي كده. بورون بيمزح عن حجمه تاني، وتاكيرو بيعتذر إنه بياخد مساحة، بس الراجل بيتجاهل، بيقول إن من الصح يساعد مسافر زميل. تاكيرو بيتفاجئ من قد إيه العيلة لطيفة وواثقة، خصوصاً مع عيال صغيرين كده في طريق خطر كده. ابن بورون كين بيشرح إن لو تاكيرو كان خطير، التميمة السحرية بتاعته كانت حذرتهم. تاكيرو بيلاحظ الجرس الصغير المعلق في العربة متغذي بحجر سحري لامع، بيسجل في دماغه إنه على الأرجح يقدر يعمل واحد لنفسه. أخيراً متذكر أدبه، بيعرف نفسه بشكل صح. ومرات بورون إليزا بترد على الإشارة بابتسامة. بمجرد ما الأمور تهدى، بيبدأ يتحرك جوه شنطة تاكيرو. العيال فوراً بيلاحظوا الصوت وبيبدأوا يسألوا أسئلة. تاكيرو بيحاول يخبي، بس بورون بيطمنه إن كله تمام. فالمغامرين بيخلوا وحوش أليفة طول الوقت، فبيسيب بيطلع. عيون العيال بتنور وبيطلع طاير، وبيتجمعوا حوالين التنين الصغير في إعجاب. بورون وإليزا يبانوا منبهرين بنفس الطريقة إن تاكيرو قدر يروض واحد. بتفكير سريع، تاكيرو بيقول إنه بس تنين أسود ولا حاجة مميزة. حد بيسأل لو هو فارس تنين، وبيشرح إنه لقى البيضة بس وفقسها لوحده. بعدها في الليل بيوقفوا يرتاحوا. تاكيرو بيبني حاجز وائي باستخدام الأحجار السحرية بتاعته، وبورون يبان مرتاح بوضوح. مع الوحوش بتتجول في المكان،
وجود حيطة سحرية بينهم وبين الموت دايما كويس. تاكيرو بيطمن إن بي هيفضل حارس بأي شكل كاحتياط. لأول مرة من أيام تاكيرو أخيرا بيحس إنه محاط بناس عاديين ومحترمين، حتى لو واحد منهم لسه ريحته زي الخرا. وإليزا بتبدأ تستعد تعمل العشاء. تاكيرو بيخطه للأمام وبيعرض يهتم بالطبخ لوحده. فضوليين بيتفرجوا وهو بيطلع طقم مطبخ كامل من شنطته. العيال بيتنهدوا مقتنعين إنه نوع من الساحر. تاكيرو بيضحك وبيشرح إنها بس شنطة تخزين من غير كاع، ولا حاجة سحرية فيها. تاكيرو بيدعيهم ياكلوا والعيال بيغطسوا الأول، فوراً بيحبوا الطعم. بورون وإليزا بياكلوا بعدين، وإليزا ما يقدرش تمنع نفسها تمدح طبخ تاكيرو. بورون من الناحية التانية بيقعد في صمت تام، كتافه بتبدأ ترتجف، وإليزا بتبص قلقانة بتسأل لو هو كويس. وبعدين بورون بيبص فوق والدموع نازلة على وشه وبيصرخ إن ده أكل حقيقي مش الحصص الجافة ومن غير طعم اللي فضل يمضغها لأسابيع. تاكيرو بينفجر ضحك على رده الدرامي، بس بورون بيصر إن تاكيرو لازم يكون استخدم نوع من السحر الغذائي السري عشان يخليه طعمه حلو كده. العيال بيضحكوا على مهازل أبوهم والمخيم بيمتلي بالضحك لحد ما أطباق الكل تنضف. لما العشاء يخلص بورون بياخد جيتار مهترئ وبيبدأ يعزف. إليزا بتنضم بصوت ناعم ولحن بيردد في الليل الهادي. تاكيرو بيقعد قريب بيلعب مع العيال وبيشارك دفء اللحظة. بسيط بس حقيقي، حاجة ما كانش حسها من زمان. والموسيقى بتعزف. تاكيرو بيفكر في حياته الوحيدة على الأرض، ودلوقتي قاعد هناك محاط بالضحك. نور النار واتنين بيبي بيشخر بهدوء جنبه. بيفهم قد إيه ممتن للعالم الجديد والغريب ده. لما الليل يخلص بيحط بيه في كيس النوم الصغير بتاعه. التنين بيشخر قبل حتى ما يخلص. تاكيرو بيرقد بيبص على النجوم اللامعة اللانهائية فوق. لأول مرة العالم يبان مسالم. لما الشمس بتبدأ تطلع في الأفق بورون صاحي خلاص وبيلمع لجام العربة كالشخص البالغ المسؤول في المجموعة، بينما العيال لسه مغمى عليهم في عالم أحلامهم الخاص. بي مرتاح كويس بينهم. تاكيرو صاحي كمان، قاعد على الأرض بينضف مقصاته بشكل عادي كراجل ملوش حاجة يثبتها خالص. إليزا بتطلع من العربة بعدها على طول، بتشوفه بيلمع أدواته وبتقول حاجة عن إزاي الناس اللي بتهتم بمعداتها أحسن مغامرين. تاكيرو بيضحك وبيعترف إنه أيوة يمكن فعلا بيبقى كويس في موضوع الجامع ده كله. أبدا ما خططش لده، بس حصل إنه أخد الكلاس ده بالصدفة بس بشكل ما بيناسبه. لما الكل يبقوا جاهزين يكملوا تاكيرو بيسأل لو يقدر ياخد اللجام لشوية. بورون مبسوط يديها له والاتنين ينطلقوا جنب بعض. بيطلع إن اليونيكورن اللي بيشد العربة بتاعتهم مش بس وش جميل، بيسمع كل واحد من أوامر تاكيرو كأنه اتدرب بواسطة الآلهة نفسهم. بعدها بشوية بيصحى وبيطير عشان يقعد قريب من رجلين تاكيرو. بيطن بصوت واطي وهم ماشيين على الطريق. بعد ساعات هادية بيشوفوا قرية تورمي من بعيد. لما أخيرا يوصلوا للبوابة تاكيرو بينزل من العربة، بينما بورون وعيلته بيشكروه على الصحبة قبل ما يكملوا طريقهم. حارس البوابة بيعرف بورون فوراً، بيسلم عليه بعبارة يبان إنها طالعة من شعر، حاجة عن إزاي بورون دايماً بيجيب الربيع معاه. ده بيجذب انتباه تاكيرو. الحارس بيشرح إن بورون نساج بيتبع المواسم الأكثر دفء، فوصوله معناه إن الربيع وكل راحته جايين ورا. كمان بيذكر إن المنطقة مؤخراً فيها نقص في الصيد، وده بيخلي تاكيرو يفهم قد إيه بورون قدر كل الأكل اللي شاركه. تاكيرو بيشكر الآلهة بصمت عشان بركته بمهارة الجمع بسهولة كده، مش محتاج يقلق على أكل أو فلوس، رفاهية بدأ يقدرها. بعدها تاكيرو بيزور صاحب المحل اللي اداله آخر مهمة، وبفخر بيعرض كل الحاجات المجموعة بتاعته. الراجل بيفحص كل حاجة بعناية، بس حجر معين بيجذب انتباهه. بيسأل تاكيرو لقاه فين، وبعدين بيفجر القنبلة. مش بس مترال عادي، ده مترال سحري. حسب صاحب المحل النوع ده من الخام أسطوري، بيحفظ منى كافية تستبدل كل الأحجار السحرية في المملكة. تاكيرو بيتصدم بشكل مفهوم، بس بيحافظ على مهارته السرية لنفسه. بيقول بس إنه لقاها بالصدفة. صاحب المحل مش مصدق ده ولا ثانية، بس بيسيبها تعدي. بيقول لتاكيرو إنه بيضيع إمكانياته في القرية الصغيرة دي. بيقترح يروح لمدينة أكبر اسمها بيلكايميم، حيث يقدر يلاقي مشترين مناسبين ويمكن حتى ينضم لجلدة عشان يتعلم تقنيات أكثر تقدما. الليلة دي تاكيرو بيعمل بحثه وبيفهم إن كونه مغامر ممكن فعلا يبقى اختيار مهني كويس. مع ذلك مفيش استعجال دلوقتي، بيقرر يرتاح في تورمي شوية أكتر. أيام بتعدي وبيقرر يشارك لحمة الوحش اللي قتله قبل كده مع القرية كلها.
بالنظر للنقص الأخير في الأكل الكل منفعل، على الأرجح متجاهلين بعض معايير سلامة الغذاء بس مبسوطين. في وقت قصير، وقت إنه يسيب الست اللطيفة اللي كانت بتهتم بيه، بتسلمه باكيت توابل ووجبات بيتية للرحلة، بتقوله يرجع لو حس بالحنين للبيت. تاكيرو بيوعد إنه هيرجع وبيرجع لأوضته، بينيم بيه وبيرقد، بس مش قادر يبعد فكرة قد إيه الكل كانوا لطفاف. بيحس إنه مديون ليهم بحاجة، فبيقوم بيبص على الفانوس بتاعه وحجر المترال السحري، وبتيجيله فكرة. في الصبح التاني القرية كلها بتجتمع عشان تودعه. قبل ما يمشي تاكيرو بيقدم لهم هدية، فانوس مشحون بقوة الحجر اللي يقدر يخلق حاجز واجي حوالين القرية. الكل منبهرين رغم ان صاحب المحل فورا بيفهم اللي عمله. بيفتح قاعدة الفانوس وبيلاقي المترال السحري لسه جوه. قبل ما يقدر يوقفه تاكيرو بيجري بيصرخ ليهم يخلوا ده للقرية. الناس بيلوحوا ليه بامتنان وهو بيبدأ رحلته التالية. هو الصبح منعش، العالم مفتوح وهادي، لحد ما يلاقي وحش سلطعون عملاق ضخم عالي الصوت وقريب قوي. بعد فحص سريع بيكتشف انه مخلوق رانك سي، يتاكل وعلى ما يبان لذيذ. مزاجه بيتغير فورا، بيقوي جسمه بالسحر مستعد للمعركة. بس قبل حتى ما يقدر يهاجم بيتقدم وبيبيد السلطعون بانفجار صوتي واحد. تاكيرو بيتنهد. يوم هادي تاني، وحش تاني بيتحول لغدا. قبل ما تاكيرو يقدر حتى يبدأ يقطع السلطعون، 2 قشريات ضخمة تانيين طلعوا من الشجيرات بيحيطوه كأنهم ملاك المكان. بسرعة بدأ يخلق استراتيجية، متخيل إنه ممكن يستغل حركتهم الجانبية. بس قبل حتى ما يقدر يخلص الفكرة دي، السلطعونين اتلفتوا وتقدموا مباشرة ضده وداعا للخطة. بس لحسن الحظ بيه مش عديم الفايدة في أزمة. التنين الصغير بيمسك تاكيرو من الياقة وبيرفعه بعيد عن الخطر في الوقت المناسب بالظبط عشان السلطعونين يصطدموا في بعض زي مقاتلين سومو مصنوعين من درع. للأسف السلطعون الأول اللي بيفجروا قبل كده لسه مش مهزوم، بشكل ما واقف تاني. بس المرة دي تاكيرو مستعد. بيمسك عصاه، بيوجه شوية سحر وبيرجح بكل اللي عنده. بيبعت السلطعون يطير بضربة مثالية. الليلة دي النصر طعمه مأكولات بحرية. تاكيرو بيستخدم تعاويذه عشان يقوي ذراعه، وبعدين بمهارة بيقطع أرجل السلطعون قبل ما يرميها في حلة مع مية، توابل وأعشاب عشان يعمل حساء تقيل. لما يبقى جاهز بيفتح القشرة، بياخد أول قضمة، وفوراً بيقرر إن العالم ده بقى أحسن بكتير. بين الطعم الغني والرضا إنه ما ماتش اليوم ده، بيلمع من الفخر حرفياً. بيقول لبيه إنه بالكاد يقدر يستنى يستكشف أكتر من العالم ده، وأكيد ياكل كل اللي فيه. سكان القرية كانوا قالوا إن الرحلة لبيلكيم هتاخد شهر، بس يا إما كانوا بيبالغوا أو تاكيرو بيمشي أسرع من معظم الناس عشان بيوصل للمدينة في وقت قصير. بيلكيم ضخمة، مدينة شبيهة بحصن محاطة بالمية ومليانة حياة. تاكيرو بيدخل في الطابور مع المسافرين التانيين، بيحاول قد ما يقدر ما يبرزش، حتى بيستخدم سحر عشان يخلي الشنطة المسحورة بتاعته تبان عادية. وبيقول لبي يختبي لحد دلوقتي. لما دوروا يجي في نقطة الهجرة، الحراس بيعملوا مسح سحري أساسي عشان يتأكدوا من السجلات الجنائية، بينما ضابط ملل بيفحص حاجاته. كل حاجة يبان كويسة لحد ما واحد منهم يقطب ويذكر إن عنده نوع من بركة 2. تاكيرو بيتردد، وبعدين بيقرر إن أسهل يعترف وبيوريهم بيه. طبيعي الكل فوراً بيتلهوا بقد إيه التنين الصغير كيوت، بس الضابط لسه بيصر إنه يحط علامة عليه لأسباب أمنية. على ما يبان ما بيسمحوش بأسلحة طايرة مش مسجلة. تاكيرو بيطيع، بيثبت سوار صغير في ديلبي، وبكده دخولهم كامل. بمجرد ما يدخلوا تاكيرو ما يقدرش يمنع نفسه يندهش. المدينة عايشة، تجار بيصرخوا على بعض، محاربين بيستعرضوا معداتهم الجديدة، سحرة بيجروا بين الجلدات. وسط كل الضوضة عينيه بتتثبت على مبنى كبير بشعار مألوف: دي جلدة المغامرين. بيروح على طول هناك. جوه المكان مزدحم بس دافي، مليان مقاتلين، تجار وخادمات بيجروا. قبل حتى ما يقدر يبص حواليه، موظفة استقبال مرحة بودان أرنب اسمها أريا بتسلم عليه وبتسأل لو موجود عشان يسجل. تاكيرو بيهز راسه، بيتبعها للمكتب وهي بتكتب معلوماته. لما بتسأل لو عنده أي خبرة قتال، بيعترف إنه قاتل شوية حاجات: طير غريب، شوية ذئاب أفاعي، وسلاطع عملاقة. أريا بترمش، واضح مش مصدقة، وبتسأل لو عنده دليل. ومن غير ما يفكر مرتين
تاكيرو بيطلع سلطعون 100 كامل من الشنطة السحرية بتاعته. أريا بتصرخ وبتجري برا الأوضة، بينما باقي الجلدة بيجروا يشوفوا إيه اللي حصل للتو. مغامر وحشي بيخطه للأمام، بيستخدم مهارته الخاصة عشان يقرأ نوايا تاكيرو، وبهدوء بيقول للكل إنه مش خطير بس غريب. تاكيرو دلوقتي محاط بمتفرجين فضوليين، بيشرح إنه خلى السلطعون عشان اللحمة كويسة وبس أهبل يضيعها. الأوضة بتسكت على ما يبان، ولا حد هناك بياكل سلاطع. الزحمة يبانوا مرعوبين شوية، بس في النهاية بيتجاهلوه. أريا أخيراً بترجع، لسه متهزة بس محترفة كفاية عشان تخلص التسجيل بتاعه. لما بتسأل لو عنده شريك، تاكيرو بيقدم بيه، اللي فوراً بيسرق الأضواء. الجلدة كلها بتبص بإعجاب. كلاس جامع مع تنين حاجة غير مسبوقة. في دقايق جلدات كتيرة بيحاولوا يجندوه. أريا بسرعة بتوديه لأوضة تانية عشان تخلص الأوراق بسلام. تاكيرو بيفهم غلط لثانية، بس بدل الرومانسية بياخد بس علامة جلدة مختومة على تسجيله. بكده التسجيل بتاعه كامل. أريا بتسلمه صور نحاس بيحدده كمغامر رانك اف، نقطة البداية للكل. تاكيرو مش مهتم، وبكده فصله التالي بيبدأ. بعد شوية وقت تاكيرو بينجح يلاقي عيلة الجثة بتاعة المحارب المتحلل اللي اكتشفه لما كان في الغابة قريب من قرية تورمي. بيسلم حاجات المحارب للعيلة، وهم بيبصوا على الحاجات ما يقدروش يمنعوا نفسهم يعيطوا، فده كله جديد عليهم. تاكيرو بيلاحظ ان العيلة كلها يبانوا سوء تغذية ومرضى، وبيفتكر اللي اتعلمه من الحارس قبل كده. لما دخل المدينة سأل عن المحارب، عارف اسمه بيليريا فيند من جواب اتلقى في الحاجات، واكتشف من الحارس ان بيليريا على ما يبان قبل مهمة عشان يشتري أدوية لأبوه، بس أبداً مرجعش. تاكيرو بيفترض إن بيليريا المسكين للأسف مات خلال المهمة دي. بيحس بالشفقة على عيلة بيليريا وعايز يعمل حاجة ليهم. بعد ما يساعدهم بيروح لجلدة المغامرين وبيبادل أعشاب كتيرة مع راجل ثعلب. لما موظفة الاستقبال في الجلدة أريانا بتقرب سمعت الكلام، الراجل الثعلب بيلاحظ ودانها الأرنب بتظهر ورا الحيطة، وبيسأل مباشرة لو في حاجة غلط. بتظهر مترددة وبتشرح إنها استلمت كومة عمولات من الجلدة مطلوبة من زباين عايزين بالتحديد تاكيرو يقبل الشغل. بتوري إنه في وقت قصير بنى سمعة كبيرة في المدينة خلاص. تاكيرو مش متأكد لو هيقدر يكمل كل العمولات لوحده، بس بيقبل نصهم وبيوافق ينفذهم بأسرع ما يمكن. بعد بيع المواد المجموعة بيروح للحمام العام للحظة شفاء ذاتي مع بي، وبيفتكر وقته في مدينة بلكيم. حسب قوله نص شهر عدى خلاص وكل حاجة ماشية بهدوء. بيفتكر أول مرة جيل الحمام العام ده، المية كانت مقرفة تماماً، بس فوراً نقى البركة وتدفق المية باستخدام سحر التنقية بتاعه. بفضل ده دلوقتي يقدر يجي هنا كل يوم عشان يغسل تعبه. راجل وحش اسمه كلاي بيظهر وبيواجه تاكيرو. بيقول إنه سمع شائعات في المدينة إن تاكيرو يقدر يستخدم سحر علاج كبير. تاكيرو بيطلب من كلاي يوضح، وبيشرح إن الناس بتقول إن تاكيرو عالج شخص بمرض نهائي من الأحياء الفقيرة باستخدام السحر. ده حقيقي. فبيتكشف إن تاكيرو فعلاً استخدم سحر علاج عشان يعالج أبو بيليريا والعيلة كلها، خلاهم يبانوا عايشين تاني. تاكيرو بيعترف لكلاي إنه يقدر يستخدم سحر علاج، بس ما بيعتبرش ده إنجاز كبير. كلاي بعدين بيسأل لو تاكيرو استلم أي دفع من أبو بيليريا، ولما يعرف إنه إدى العلاج ببلاش، كلاي بيلاقي مضحك إن راجل لطيف قوي كده موجود في العالم ده. بيكمل وبينصح تاكيرو يزود رانك المغامر بتاعه. بيقول إن دي الطريقة الوحيدة إنه يقبل مهام أصعب ويكسب فلوس أكتر. مع ذلك تاكيرو بيقول إنه أكثر من مبسوط بالرانك الحالي بتاعه، بيوري إن ملوش أي طمع. كلاي بيلاقي ده مقلق وبيحذر تاكيرو إن كونه نبيل قوي هيخليه يبرز. أيام بعدها تاكيرو بيتبع روتينه المعتاد وفي جلدة المغامرين عشان يبادل المواد اللي جمعها. الراجل الثعلب بيتوسل لتاكيرو يزود رانكو، بينصح إن حد من عياره لازم يقبل مهام مستوى أعلى، بس تاكيرو بيوضح تاني إنه ببساطة مش مهتم وعايز حياة هادية. بعدين من العدم حشد جوبلينز بيتقدم ناحية المدينة. كل المغامرين من الرانك دي بيتجمعوا عشان يحضروا الدفاع، بس تاكيرو بيحاول يطلع بهدوء عشان هو بس رانك اف. قبل ما ينجح يهرب، سيد الجلدة رودور بيسحبه، عارف قد ايه قوي فعلا. خطة رودور توقف كل الجوبلينز قبل ما يعبروا النهر القريب، وبيحمس معنويات المغامرين بخطاب ملهم جدا. بعدها على طول المغامرين بيتوجهوا لأرض المعركة وبيعملوا قعدة مخيم على قمة جبل عشان يراقبوا كل الاتجاهات. مغامرين كتير راحوا للخطوط الأمامية خلاص، بس تاكيرو فاضل ورا فمش كويس في القتال. ميوسلي رافقته وفاضلة مسكاه بقوة، خايفة من الحياة البرية حواليهم. تاكيرو بيلاحظ إنها بترتعش من الخوف فبيحاول يهديها. بيقول إن عندها دور كبير هناك،
على ما يبان هي معالجة، فبيوجهها تستخدم السحر بتاعها عشان تعالج المجروحين خلال المعركة. بيقول إن مفيش عيب إنها تخاف من المجهول، بس كبشر لازم يواجهوا مخاوفهم ويقفوا ضد المجهول عشان ينجوا. كلام تاكيرو بيرفع روح ميوسلي، وبتبقى أكثر تصميماً من أي وقت فات إنها تتصرف كمعالجة في المعركة الوشيكة. كلاي كمان في القاعدة، ولما يشوفه تاكيرو بيسأل ليه محارب زيه ما رحش للخطوط الأمامية. كلاي بيشرح إن عنده ندبة ضخمة في ظهره، وفي العالم ده ندبة المحارب أكبر عار، فبتدل إن الجرح تستلم وهو هارب من العدو. تاكيرو مش موافق، بيقول إن ممكن يكون في أسباب تانية كتير، وبيتوري إن كلاي في الحقيقة حصل على الجرح ده وهو بيحاول يحمي حد بأي شكل. تاكيرو بيصدق إن الأهم إن كلاي لسه عايش بعد ما عانى من جرح خطير كده. كلاي بيضحك بشكل استهزائي، بيقول إنه يتمنى لو باقي العالم يفكر زي تاكيرو. فجأة إنذار طوارئ بيرن من الخطوط الأمامية، والنمط بيدل إن الجوبلينز اخترقوا الدفاع ودلوقتي رايحين ناحية موقع تاكيرو. وقت كلاي يلمع فبيودع تاكيرو وبيجري للخطوط الأمامية. بمجرد ما كلاي يسيبه تاكيرو بيبص للجنب وبيشوف ميوسلي بتحاول تعالج محارب مجروح. بيراقب وهي بتشجعه، بتقول إنه ماشي كويس ولازم يفضل قوي. تاكيرو بيتصدم لما يشوف ميوسلي واثقة كده، بالنظر إنه قبل دقايق كانت خايفة قوي ومختبية وراه. قوتها بتخليه يحس بالتقوية، ونعمة عمل أكتر بتخليه أحسن. بيشغل درع سحري وحاجز سحري، بمجرد ما الحاجز يغطيهم بيوجههم يهتموا بنفسهم لحد ما يرجع مع كلاي، وبعدين بياخد عصا وبينطلق. لما يوصل للميدان بيقوي رجليه وإيديه وبيضرب شوية جوبلينز في الطريق. بيشوف إن جوبلينز تانيين كتير حاصروا الفريق فبينضم لهم. الفريق بيلاقي صعوبة ينجو فبيطلب من بي يساعد. لما بي بيستخدم الهجوم الجوبلينز بيموتوا. بيلاقي التانيين وبيسأل إيه اللي حصل. بيكشفوا إنهم اتهاجموا بواسطة كلاس أعلى من الجوبلين، خصوصاً الرقيب جوبلين، وكنتيجة الخط الأمامي اتدمر واضطروا يقتلوا عشان يدافعوا عن نفسهم. الجوبلينز كانوا هيجزوا المملكة لولا كلاي اللي ساعد في الدفاع. للأسف بيكشفوا إنهم خسروا كلاي خلال القتال وما يعرفوش هو فين. تاكيرو بيقلق، فساعتها كلاي بيقاتل لوحده، فبيطلع يلاقيه. زي ما توقع كلاي فعلا بيقاتل لوحده. تاكيرو بيوصل في الوقت المناسب وبيهاجم الجوبلينز، بيدي كلاي شوية مساحة يتنفس. كلاي بيسأل ليه تاكيرو جي، مصدق إنه ضعيف قوي إنه يبقى هناك، بس بيفكر إن كلاي مجروح قوي إنه يقاتل. بيتوسل لكلاي إنهم يطلعوا، بس كلاي ما بيسيبش شعبه بسهولة كده. بيصر إنه لو مشي الوحوش هيهاجموا المدينة. بيطلب من تاكيرو يطلع وبيقول إنه مهما يجري الرقيب جوبلين أكيد هيلحقه وهيهاجمهم، فكلاي بيعرض يفضل. تاكيرو بيراقب وكلاي بيقاتل بصعوبة، عارف إنه مجروح وبيحس بالانزعاج. عايز يعالج كلاي تماما، بس ده كمان معناه علاج الجروح في ظهر كلاي. فبيسأل كلاي لو الجروح ليها أي معنى أو موجودة هناك لسبب. كلاي بيكشف إن الجرح ملوش أهمية، بس دليل على غبائه. شايف إن ملوش فايدة. تاكيرو بيطلب من بي يساعد مع الوحوش ويأخرهم، وبعدين بياخد عنصر سحر المية في شنطته وبيصبه على كلاي عشان ينعش جسمه تماما. كلاي يبان مش فاهم إيه اللي بيعمله، بيحس بقوة قوي ومليان نار. بيلف وبيبص على تاكيرو، بيسأل إيه اللي عمله. تاكيرو بيلاقي مستحيل يقول الحقيقة، فبس بيقول إنه عالجه، اللي كلاي بيحسه أكتر بكتير من علاج. مع ذلك اللي بيواجهوه أهم، فكلاي بيواجه القتال بالطاقة المكتشفة حديثاً. كلاي بيدخل في شكل عظيم وبمخالبه بيقسم الجوبلينز لنصين وبيكسبوا، وكلاي بيكمل قتال. واحد من المغامرين التانيين اللي شاف اللي تاكيرو عمله بيجي يتكلم معاه، بيسأل إيه اللي تاكيرو عمله مع كلاي، وتاكيرو تاني بيقلل من شغله، بيدعي إنه عمل علاج بسيط بس. المغامر ما بيصدقهوش وبيبقى مش مطمن قوي. مع ذلك عشان تاكيرو ساعدهم كتير اليوم ده ما يقدرش يظهر شكوك، فبيقرر يقبل اللي تاكيرو قاله. بيشكر تاكيرو إنه أنقذهم اليوم ده، وبيقول إن الجلدة هتعمل اللي تقدر عشان تكافئه. تاكيرو بيرجع لمسكنه، مفترض إن الأمور هتفضل زي ما هي. مع ذلك سلامه بيتعكر تاني لما كلاي متعافي تماما بيجي يلاقيه. كلاي كمان عارف إن اللي تاكيرو عمله معاه مش عادي، فبيسأل إيه اللي تاكيرو استخدمه عليه عشان يدافع عن نفسه. تاكيرو بيقول إنه عالجه بعنصر مية، بيكشف منين جاب المية وبيحكي إنها من التنين القديم اللي هي أم بي. كلاي بيصدقه وبيسأل ليه تاكيرو استخدم عنصر عظيم كده عليه. تاكيرو ما بيلاقيش ده مهم قوي، رغم إن سبب تاني إنه مش مهتم بالمية إنه عنده منها كتير. كلاي بيشكره على اللي عمله في كوسيتوفلي وبيسأل مين تاكيرو ومنين جي.
تاكيرو بيتفاجئ، عارف إنه اتحذر ما يحكيش لحد عن أصله، بس كمان مش عايز الناس تبدأ تشك فيه. بيطول الكلام لدرجة إن كلاي بيلاحظ تردده. عشان ما يزعجهوش، كلاي بيقول إنه مش محتاج يتكلم وبيحاول يبعد، بس تاكيرو بيأكد إنه مش بيشك في كلاي وبيقرر يحكي. بيقول لكلاي إنه من عالم تاني، زي لما الناس بتموت وبتتقمص زي ما كان متوقع. كلاي ما بيصدقش تاكيرو، فالشاب بيعترف إن دي مزحة وبيضحك. كلاي بيكشف إن اللي تاكيرو استخدمه عليه كان عظيم لدرجة إنه تحول لدراجونوت، نسل قديم من الرجال السحالي. لما تحول لدراجونوت حس بتدفق قوة ما قدرش يستوعبها، كاد يحس إنه هيبالغ ويعمل حاجة وحشة. رغم ده مبسوط قوي إنه حس إيه يكون دراجونوت قديم. بعدها على طول تاكيرو بيسأل لو رجع للطبيعي دلوقتي. كلاي بيأكد إنه أيوة، وتاكيرو بينصحه يتعود يبقى في النوع ده من الشكل عشان يسيطر على قوته أحسن. كلاي بيبص عليه بفضول، بيقول إنه دايما مرتاح قوي مع الأمور، وده حاجة كان عايز يقولها له دايما. كلاي بيسيبه وتاكيرو بيطلع للمدينة، بيشوف المدينة النابضة بالظبط زي ما بيتوقع مدينة تبقى. وهو ماشي بيشوف محل أسلحة وبيوقف هناك عشان عايز يشتري حاجة. صاحب المحل بيناديه من ورا وبيلف متحمس. مغامرته ماشية كويس وهو كمان متحمس.